قال لي الكابتن انور سلامه قال له ايه؟ حسين بيبلغ حسين انا اه بيبلغ حسام حسن التشكيل. لا خلاص بقى، ما السنه كانت اخر سنه اللي هي كنت رايح ام بي، اه فحصل مشاكل اكتر بقى بعد ما الكابتن انور سلامه فخلاص عشان بقى تمام. خلاص بقى مش فارقه معايا. امم طب وفي لا في لا وانت يعني لعبت مع اكتر من نادي، هل في وقت من الاوقات كان في مدير فني مثلا كان ياخد تشكيل من لعيب معين، او لعيب معين هو اللي بيدي التشكيل؟ لا بياخد رايه. مين الفرقه، في مين المدير الفني كان بياخد راي لعيب؟ لا من غير ذكر اسماء، بس كان انت كل شويه في تقعد تقول لي غير ذكر اسماء، ما كل لا الناس بتتكلم. يعني لا ما كل الناس جت قالت حصل واحد اتنين تلاته ومدير لا فني لا كان لا كذا لا لا وكذا. حصل معايا مثلا موقف بتاع العصفوره ده. اه حد في الجونه. كنت في الجونه. اه مين بقى؟ برضه مش هتقول مين؟ اقول لك مين. قول لي مين. اسمه ايه عاشور ده. عاشور ادم. اه ايه بقى؟ قال لي الكابتن انور سلامه قال له ايه؟ حسين بيبلغ حسين انا اه بيبلغ حسام حسن التشكيل. حسام حسن. كنا بنلعب الزمالك، عندنا ماتش مع الزمالك. حلو. جيت يا باشا المحاضره، حسين احتياطي. ما سالتش. سالت ايه اللي حصل بعد الماتش بقى. اه قلت له في ايه؟ ده الكابتن انور سلامه ده عشان تبقى فاهم كان يقول لي مثلا كنت اخش اقول له ايه رايك يا كابتن نلعب بفلان نلعب بفلان يعني. يعني انت واحد من اللعيبه اللي بتدي بحب رايك في التشكيل. بحب اتكلم بحب اتكلم يعني. اه كان بياخدها براسي، ده كابتن انور سلامه مدرب طبعا مدرب كبير كبير. وليه اه احترامه يعني. ف يعني طب ليه انت بتعمل كده ليه يا ابني انت؟ اه يعني في ناس كده مريضه. طب ما واجهتوش. لا خلاص بقى، ما السنه كانت اخر سنه اللي هي كنت رايح ام بي، اه فحصل مشاكل اكتر بقى بعد ما الكابتن انور سلامه فخلاص عشان بقى تمام. خلاص بقى مش فارقه معايا. امم انا مش فاهم يعني في حاجات برضو وده بقى مش بعيب على اللعيب على فكره، بعيب على المدرب. ليه بقى؟ مدرب. امم ليه بقى؟ يعني انت معلش يعني مع احترامي ليك، ما هو اللعيب ده هياخد مكافأة ماتش، هيفرق معاه الفرقه التانيه هيقول له ايه؟ امم هيقول له ايه؟ ايه ده؟ لا بقول لك شوف المستوى اللي احنا وصلنا ليه. ايه بم... ده؟ يعني بم... انا مثلا هاخد فلوس، ما انا هكسب هاخد فلوس، انت تمام. هتكسب الزمالك. امم وبعدين ايامها كانت الجونه بيعمل كفاءات. مكافآت حلوه امم للاهلي والزمالك لما تكسب الاهلي والزمالك. يعني ممكن يوصل ل 50,000 جنيه مثلا ساعتها كانت. 50,000 جنيه اه تكسب اهلي او زمالك. طبعا. بس على طول كانت الجونه بتكسب في الجونه عموما يعني. ما هو الماتش كان في الجونه، اه كنا بنكسب الزمالك على طول. تفتح الباب بتاع الاستاد يدخل هوا. والكوره بتفضل في الهواء على طول. الكوره ما بتنزلش في الارض. بتاع زي فيلم محمد صبحي. ايوه هو يعني لا ايه الباب اللي هناك بيتفتح يعمل هوا؟ يعني أنا مش فاهم. ايه ايه. الفكره؟ يعني ايه تفتح الباب الهوا يجي ده؟ لا ده كلام بس. كلام. يعني ده ايه. كابتن اسماعيل يوسف طلع قال قبل كده ان كان في الباب بيتفتح. يا عم لا، هو بيهزر هو قال الملعب اصلا مكشوف، حلو. فالهوا انت اكنك على البحر. حلو. فالكوره ما بتشوط الجون مثلا يشوط الكوره، تقف في الهوا مثلا بتاع دقيقه ولا دقيقه وشويه وترجع تاني ترجع له تاني. تمام. فيعني لا هو بيكلمك على ضغط الهوا. الهوا تمام. جامد يعني.